بوادر أزمة دبت إلى قطاع التعليم بالمغرب تفرض نفسها بقوة. السبب قرار لوزارة التربية والتكوين المهني يقضي بحرمان الأساتذة من متابعة الدراسة الجامعية. وإن تعددت الأسباب والمبررات فالقرار لم يجد له صدى بين شغيلة القطاع على اختلاف انتماءاتها السياسية والنقابية. القرار الأخير الذي أصدره وزير التربية الوطنية والتكوين المهني هو قرار مجانب للصواب بكل ما تحمل الكلمة معنى، وهو يأتي في إطار الأزمة المتحدث عنها. نعتبر أن هذا نوع من الالتفاف حكومي من أجل المس بهذا الحق المكتسب أي ترقية بالشهادة عبر منع الأساتذة من متابعة دراستهم. أزمة التعليم، إصلاح أنظمة التقاعد وغيرها من القضايا عجلت بالإضراب عن العمل يوم 23 من سبتمبر، إضراب أرادته المركزية النقابية إنذارا للحكومة واحتجاجا على سياساتها. نريد من خلال هذه المحطة ديال 23 أن ننبه الرأي العام، أن ننبه المؤسسات، أن ننبه كل اللي عنده غيرة على هذه البلاد بأنه يجب أن نوقف هذا التوجه. يجب أن نقف وأن تقف الحكومة، لأن هنالك علامة ستوب حمراء لا ما بقاش تجاوزها ممكنا. دخول سياسي واجتماعي استثنائي إذن ينتظر الحكومة المغربية، وما إضراب 23 من سبتمبر إلا وقفة استراتيجية لتوحيد الرؤى والمواقف بين الحكومة وعموم الطبقة العاملة.